السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي بقى لوجع القلب. هنبتدي بقى لارتفاع ضغط الدم. الزمالك هيلعب مباراة على في الكونفدرالية على تحديد المركز الأول بين الزمالك والمصري. المصري اللي جايب العلامة الكاملة من ماتشين برصيد 6 نقط، والزمالك عنده 4 نقط. فاز مباراة جوه أرضه وتعادل بره أرضه. المصري اللي هنشوفه ان شاء الله في المباراة دي عكس خالص المصري اللي احنا شفناه في كاس الرابطة، والزمالك يكسبه مش عارف 2 ولا 3. الزمالك هيلعب من غير نجوم كتير قوي، في المصابين وفي اللي مش عايز يلعب عشان خاطر عليه مستحقات، وفي اللي ساب النادي في أزمته ومشي راح احترف في أندية تانية، وده حقه لأن كرة القدم زي ما هي احتراف وانتماء، زي ما هي برضو أكل عيش لبعض الناس. كل الناس بتلعب عشان خاطر أكل عيشها وبتلعب عشان الفلوس. مفيش حاجة اسمها انتماء. لو الموضوع بقى بالانتماء ما كانش ناس زي ميسي وزي كريستيانو والناس اللي هم سابوا أنديتهم اللي هي شهرتهم ومشيوا وشافوا أكل عيشهم في مناطق تانية أو في دوريات تانية. الزمالك عنده مباراة مهمة جدا مع المصري، على الأقل حاجة لازم تتعادل. الزمالك ما ينفعش يخسر، لأن لو الزمالك خسر ممكن بنسبة 80% ما يبقاش المركز التاني في المجموعة، ممكن يرجع لمركز تالت. مش هنسبق الأحداث. الزمالك هيلعب في بعض الأماكن في التشكيلة الأساسية هتبقى من الشباب، أو مش هنقول عليهم شباب، هنقول عليهم مختلطين من الشباب وبين الناس اللي هم السوبر، الناس اللي موجودة، الناس اللي متاحة. الزمالك ما عندوش لعيبة كتير قوي عشان خاطر يعرف ينافس في البطولة دي. وأنا بقول لكم الزمالك يعني لو بقى بنفس اللعيبه اللي موجوده وما عرفش يحل ازمته مع اللعيبه بتاعته السوبر، ممكن بنسبه 70 80% هيطلع من المجموعات او من الدور الاقصاء الاول اللي هو دور ال16. فمحدش يحط في الحسبان ان الزمالك ممكن يبعد اكتر من كده، لان النادي واقع جدا، عليه ديون كتير، عليه وقفات من انك انت ما تعرفش تشتري لعيبه خالص تقريبا للمره العاشره. يعني الموضوع صعب جدا. فالزمالك لازم يفرط في بعض نجومه. مش هقول لك يفرط في بعض نجومه انه يسيبهم كده انهم يروحوا خلاص، لا، يدور انه يبيع ويبتدي منه جديد، او يبتدي من الصفحه الاولى، وانه يجيب لعيبه من الناشئين زي ما الاسماعيلي عملها قبل كده زمان لما كان عنده الجيل الذهبي. لكن للأسف الزمالك الموضوع بتاعه صعب. مش موضوع أراضي ولا موضوع غيره. الموضوع متعرفش، في أيادي مخفية إن الزمالك وقع زي ما الإسماعيلي وقع، فما نعرفش. مش هقول الأهلاوية عشان خاطر ما ألومش على أو ألوم مثلا إخفاقات الزمالك على نادي منافس ليا. الزمالك لو بياخد بطولات كان عارف يحل أزمته في الماديات، بس للأسف الناس اللي فيه عبارة عن ناس طماعين. كل اللي بيجي يمسك الزمالك بياكل من لحمه ويمشي. مفيش حد مسك الزمالك من ناحية الإداريين خالص عرف يطور نادي الزمالك ويطلع منه نادي منافس زي النادي الحالي المستقر بعد النادي الأهلي هو نادي بيراميدز. فما نعرفش الدنيا في ايه، بس الزمالك ده الماتش ده لو ما كسبش الزمالك او اتعادل بنسبة كبيرة جدا، وافتكروا كلامي كويس، ان الزمالك خارج المنافسة. بس ان شاء الله باذن الله الزمالك يكسب.